الأعمش يقول كان عندي جار بالكوفة كنت أستظرفه ويستظرفني، وواحد يمر على الآخر وغالبا نسمر معا. يقول اجت الزيارة ليلة الزيارة مريت عليه، قلت له ما رأيك بزيارة الحسين؟ قال لي زيارة الحسين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ذي ضلالة في النار. لهكذا قال لي نعم. يقول طلعت من عنده وأنا منفعل، ما كنت أتوقع أن هذا الرجل لهالدرجة إدراكه محدود، ولهالدرجة نعم يحمل فرد نظريات جاهزة ما أخذها من غيره بدون أن يتفحصها. يقول رجعت إلى البيت وقلت أرجع لي بالسحر أعيد الحديث معه مرة أخرى وأحاول أن أقف يعني أجادله. يقول جيت طرقت الباب طلعت لي زوجته، قلت لها أين فلان؟ قالت لي هذا راح إلى الزيارة، ذهب إلى الزيارة. زيارة من؟ قالت ذهب إلى زيارة الحسين. قول أنا هيأت وطلعت رأسا ركبت جوادي وإجيت إلى أن وصلت إلى الضريح لقيت هذا ساجد بالحرم يصلي. قول لما فرغ من الصلاة دنوت إليه قلت تعال وين؟ بالأمس تقول لي أن هاي الزيارة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذي ضلالة بالنار. قال لي أنت فارقتني، لما فارقتني أنا نمت وفي نفسي من هذا الأمر شيء، هجعت عيناي شفت ركب، هذا الركب يلفت النظر، ركب عليه الهيبة والوقار بنساء اثنين وبرجال. سألت من هؤلاء؟ قالوا لي هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا علي بن أبي طالب، وهذا الحسن، وهذه خديجة، وهذه فاطمة. قلت وين رايحين هؤلاء؟ قالوا لي هالليلة الزيارة دول رايحين لزيارة الحسين. يقول لا أنا ملكتني رعدة بعد ما أستطيع أن أبقى، رعدة من هالرؤيا ملكتني، فورا قمت من فوري ورفعت رأسي إلى الله، استغفرت الله عز وجل مما قلته وندمت على قولي، وها أنا ذا اللي تشوفني الآن أنا عند هذا القبر الشريف. زين هاللون من المحاولة، محاولة إضفاء البدعة على الزيارة أو التشديد في المنع عن الزيارة كما سيأتينا ماديا، هذا اللون قابلة روايات أهل البيت بنفس القوة والصلابة، روايات أهل البيت، يعني ابتداء من النبي وانتهاء بأئمة أهل البيت أكدوا على زيارة الحسين تأكيد يلفت النظر تماما. يعني مثلا الرسول الكريم يقول حق علي أن من زار ولد الحسين أن أزوره، أنا أزوره. نعم أنا لما أجي جاي شنو عندي جاي الشيء اللي يدفعني إلى أن أزور الحسين؟ يدفعني إلى أن أزور أولا أريد أن أكرم الدم الثائر. شو تنبه لي؟ أنا مو جاي أزور تراب ولا أزور عظام، أنا أجي أوقف على التراب وأقول له أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أضلة العرش مع أضلة الخلائق. شنو معنى؟ معنى أن هذا الدم اللي أرقتموه على التراب دم عزيز عند الله، لأنه سيأخذ أثره من الإصلاح، راح يهد عروش الظالمين. وإلا مثلا أفرض العباسيين عاشوا 556 سنة، بينما هاي الدولة أفرض على قوتها وعلى متانتها انتهت بسرعة. لا تنسى أن هذا الدم الطاهر تحول إلى قذيفة تلت عروش الظالمين.